السلام عليكم خوتي اخواتتي ومرحبا بكم معنا فيديو جديد واحداث جديده وحصريه من دار العرسان. اليوم غنعطيكم تفاصيل خطيره ومشوقه من الحلقه 21 وكذلك بعض التسريبات من الحلقات المقبله. خليكم معايا حتى الاخير حيت كاين صدمات بزاف. كما تعودنا دار العرسان ديما فيها مفاجآت، ولكن هاد الحلقه غادي تكون مختلفه تماما حيت فيها قرارات صادمه وخصومات ودموع ما كتوقفش. اول حاجه غنهضروا عليها هو سبب خروج ممثلي مدينه طنجة، وكذلك مفاجاه اكبر وهي خروج ممثلي تارودانت رغم انهم ما داروا حتى شي مشكل. من بعد تصويت الجمهور ممثلي طنجة غادي يربحوا فرصه تسيير الدار، وهنا غادي نشوفوا فرحه بعض الكوبلات. ولكن في المقابل هاد القرار هو اللي غادي يشعل العافيه في دار العرسان. برنسيسا منين شدات التسيير ديال الدار غادي تبان الشخصيه ديالها الحقيقيه، غادي تبدا تعطي الاوامر وتفرض قراراتها بطريقه ما عجبات حتى شي واحد. عماد من جيفتو ما غاديش يسكتو، غادي يعارض بزاف ديال القرارات ديالها، خصوصا حيت كيخاف تاثر سلبا على الكوبلات، وغادي يقول ليها راه خاصنا نكونوا يد وحده ماشي نخلقوا المشاكل. ولكن برنسيسا ما غاديش تسمع ليه حيت هي مازال هازه في خاطرها من داكشي اللي دوزو عليها وباغيه تنتقم من الكوبلات باي طريقه. وهنا غادي تبدا الشراره الاولى اللي هي خصومات بين عماد وبرنسيسا، والكوبلات ما غاديش يبقاو مرتاحين نهائيا. طريقة التسيير ديالها غادي تخلي الجميع يندم حيت عطاوها الجوطونات، وغادي يقولوا هاد القرار كان اكبر غلطة درناها. الامور غادي تزيد تعقد من الام ديال عماد غادي تتدخل في الموضوع حيت من قبل وهي متاثره وكتبكي بحرقه، ومن غادي تشوف ولدها كيتعذب نفسيا غادي يزيد تقطع ليها قلبها عليه. الكوبلات كاملين غادي يوقفوا مع الام فاطمه اللي هي مت عماد وغادي يواسيوها، وفي نفس الوقت غادي يلوموا برنسيسا على التصرفات ديالها. وهنا الصدمه ان مول الحكام غادي يتدخل وغادي يستدعي برنسيسا للغرفه المظلمه، وغادي يعطيها قرار نهائي هو انك خاصك تغادري دار العرسان في اقرب وقت. قرار صادم، ولكن بزاف ديال الكوبلات غادي يرتاحوا من بعده حيت كانوا عايشين ضغط نفسي كبير بسببها. عماد بدورو غادي ينفجر وغادي يقول ليها قلت لك ما ديريش هادشي ولكن ما بغيتيش تسمعي ليا. ومن بعد غادي تجي مفاجاه اخرى هي ان حتى ممثلي مدينه تارودانت غادي يخرجوا. الكوبلات كاملين غادي يتصدموا حيت تارودانت ما داروا حتى شي مشكل، ولكن القرار الجديد هو اي كوبل تخسى صافي خاصو يغادر دار العرسان مباشره. وهذا القرار جاء بسبب الفوضى اللي وقعت باش يحافظوا على النظام قبل الاخير ديال برايم. ودا مؤثر، دموع واحضان وتاثر كبير منهم كاملين، خصوصا على فرق عماد والكوبلات اللي كانوا قراب ليهم. اما بعد هاد الفوضى كامل اللي غادي توقع غادي تعلن على مول دار جديد، وهما غادي يكونوا ممثلين مدينة الدار البيضاء. وغادي تدخل ضيفة مفاجأة وهي الفنانة رجاء بلمير، وغادي تدوز اجواء زوينة مع الكوبلات وغادي تغني وغادي يدوزوا ضحك ونشاط وغادي يكونوا بزاف المفاجآت، وكل واحد غادي يبين هاد المواهب ديالو. وواحدة من المشاركات غادي تبهر الجميع بتقليد الاصوات وتقليد حتى صوت الأطفال. ولكن رغم هاد الأجواء المشاكل ما سالت، غادي يوقع صراع جديد بين ممثلي الداخلة وألمانيا بسبب الساروت، وكل واحد فيهم غادي يقول أنا اللي لقيته. غادي يتحول الموضوع النقاش حاد. البرنامج غادي يوضح شكون السبق للساروت، وغادي تكون عقوبات ممكن تأثر على النقط ديالهم قبل برايم سيتس. وهكذا الحلقة 29 غادي تكون عامرة بالأحداث وبالقرارات وبالخروج ديال ممثلين مدينة طنجة وتارودانت. وفي الأخير ما تنساو ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.